السلام عليكم. بدأت القناة دي من سنين كتير قوي، وكل مرة يعطلني انتظاري الأحسن كاميرا وأفضل سيت اب أشتغل بيه علشان أظهر لكم بأحسن شكل ممكن. ومع كل مرة ما كنتش بوصل برضو للمستوى اللي أنا بتمناه، وده من أكتر الأسباب اللي بتعطل الشخص فعلا. كنت دايما بحاول أوصل للبرفكشنزم، وده دايما كان بيعطلني طول الوقت. فقررت ان انا احاول معرفش للمرة الكام اني اكمل تاني، لاني حاسس اني عندي حاجة عايز اقولها، او يمكن حابب ارجع شغف كده كل فترة بيتجدد جوايا، ان عايز اشارك معاكم بعض المواضيع بتيجي في خيالي، ولاني مش بشاركها مع اي حد فبتموت معايا مع بقية الافكار اللي بتموت جوانا. ومن هنا يبتدي جلدنا لذاتنا، يبتدي تأنيب ضميري ليا، ويبتدي تأنيب النفسي اني لما ابدأ اول خطوتين واركن وارجع ابدأ واركن وارجع ابدأ واركن وهكذا، لحد ما قررت اني احاول تاني. علشان كده شايف ان اول موضوع نتكلم فيه بعد الغياب الطويل اللي فات ده كله هو ازاي ننقذ نفسنا من جلدنا لذاتنا ومن افكارنا، وازاي نهديها. فتعالى كده معايا نشوف الموضوع ماشي ازاي. تخيل ان جوه دماغك في آلة زمن مرعبة، آلة مش بتسافر بيك للمستقبل، ولكنها بتسحبك غصب عنك لأوحش وأصعب لحظات عشتها في حياتك. بتعيد لك المشهد 1000 مرة بنفس الوجع، نفس الخنقة، ونفس الإحساس بالعجز. لو حاولت في أي وقت تهرب من المشهد ده، تكتشف إن الطريق مسدود، وإنك محبوس جوه عقلك مع أبشع أفكارك. أغلبنا بيفتكر إن لو في شخص مثلا مريض بالاكتئاب، فهو مجرد شخص مسكين قاعد في أوضته بيعيط طول الوقت. بس الحقيقة أصعب من كده بكتير. في نوع من أنواع مرضى الاكتئاب بيعيش وسطنا، بيلبس أحسن لبس وبيضحك في كل الصور وبيهزر مع أصحابه، لكنه جوه دماغه بيخوض حرب يومية طاحنة مع ظاهرة نفسية مرعبة بتدمره بالبطيء. افتح معايا عقلك كويس كده، لأن اللي هتكلم عنه النهاردة غالبا أنت أو أي حد تعرفه بيمارسه أو عايشه كل يوم وهو مش فاهم خطورته، وبيضطر يعيشه غصب عنه. هنحكي قصة شاب اسمه محمود. محمود ده مثال للشخص الناجح والمحبوب جدا وسط أصحابه. شخص بشوش بيتحرك بحيوية، أداؤه ممتاز جدا، ودايما بيساعد أصحابه يعمل لهم جو من المرح. طبعا محمود ده في نظر كل اللي يعرفوه هو أكتر شخص متفائل أو سعيد في حياته. لكن في يوم من الأيام وفجأة، بعد ليلة عيد ميلاده اللي كان فيها نجم السهرة طبعا والضحكة مش مفارقة وشه، رجع محمود بيته، دخل أوضته، قفل الباب، وفي لحظة واحدة وشه اتحول 180 درجة. قعد على الأرض في أوضته، ومن هنا بدأت المعركة جوه مخه. الحرب دارت جوه دماغه. محمود ما كانش متضايق من موقف حصل النهاردة ولا حاجة. محمود كان ضحية لظاهرة نفسية اسمها في الطب النفسي الاكترار الفكري أو rumination. عارف كلمة اكترار جاية من ايه؟ جاية من بعض الحيوانات كده. في بعض الحيوانات بيسموها الحيوانات المكترة، لأن بعض الحيوانات دي مثلا زي البقرة أعزكم الله، بتاخد بعض الأكل مثلا، أو بتاكل بعض الأكل وبعدين تخرج منه جزء تاني بشكل ما من بعد ما تبلعه وتمضغه تاني وتطحنه من جديد. ده بالظبط اللي المخ بيعمله في الظاهرة دي بالظبط. المخ بيسحب موقف قديم جدا حصل من سنة أو من 10 سنين، غلطة عملتها، كلمة قلتها في انترفيو من سنين فاتت ضيعت عليك فرصة، إحساس بالفشل في علاقة قديمة، ويبدأ يمضغ في الموقف ده ويعيده ويزيده بالساعات ورايح جاي وهكذا. محمود كان بينام الساعة 3 الصبح، بس مش لأنه كان سهران على مهمة بيقضيها ولا عنده شغل مأخره، لكنه كان عقله بيطحن في فكرة معينة من سنين وقع فيها. يقول لنفسه لو كنت اتصرفت بالشكل الفلاني ما كنتش هخسر الوظيفة دي، انا شخص فاشل، انا مجرد شخص فاشل وبيمثل على الناس ان هو ناجح مش اكتر، والناس لو عرفت حقيقتي هتكرهني. طب ايه علاقة ده بالاكتئاب؟ في العلوم النفسية الظاهرة دي هي الوقود الصافي للاكتئاب، والاخطر من كده انها بتتسبب في نوع معين ومحدد من الاكتئاب اسمه الاكتئاب الضاحك او smiling depression. المريض هنا مش بيبان عليه اي حزن خارجي، هو بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا، بيلبس قناع السعادة على وشه، قناع قدام الناس علشان يداري العجز اللي حاسس بيه. لكن بمجرد ما يتقفل عليه باب اوضته، ظاهرة الاقترار بتبدأ تلتهم مشاعره وتاكل روحه تماما. علماء النفس عملوا دراسة مكثفة على الظاهرة دي، واكتشفوا ان المخ لما بيدخل في حالة الاقترار الفكري، الشبكة العصبية المسؤولة عن التركيز في الواقع بتقفل تماما، وبيشتغل مكانها الجزء المسؤول عن جلد الذات بس او استرجاع الذكريات المؤلمة. والأدهى من كده إن المريض بيبقى فاكر إن التفكير الزيادة ده نوع من أنواع حل المشاكل. عقله بيكذب عليه ويقول له فكر تاني، تعمق تاني في السبب، مش يمكن تلاقي حل. لكن الحقيقة إن الاقترار الفكري ده مش بيحل أي مشكلة، ده عامل زي اللف غير المنتهي في دايرة مغلقة من السموم النفسية اللي بتزود فرز هرمون التوتر جواك.
لحد ما دورتك الدموية وجهازك العصبي كلهم يتدمروا. محمود عاش على الحال ده سنتين، الصبح يضحك ويبهر الناس اللي حواليه ويهزر معاهم، وبالليل يغرق في محيط أفكاره المظلمة لحد ما بدأ جسمه يرفض الأكل تماما، وضربات قلبه بقت غير منتظمة، وأخيرا انهار تماما في نص ميتنج في شغله واتنقل للمستشفى. هناك والأول مرة الدكتور النفسي قال لمحمود الجملة اللي بعد شوية هتبتدي معاه رحلة التغيير: انت مجرد شخص محبوس جوه سجن أفكاره، وسجانك بيجبرك انك لازم تعاقب نفسك على كل حاجة فاتت، وهي مجرد أفعال فاتت ومواقف ماتت وأيام انتهت. الطب الحديث بيوضح ان الخروج من سجن الاقترار الفكري ده مش بالسهولة دي، لكنه ممكن عن طريق علاج سلوكي معرفي بيعلم المريض تقنية اسمها كسر الحلقة أو pattern interruption. يعني ايه؟ يعني أول مثلا ما عقلك يبدأ يكتر ويغرق في الذكريات القديمة دي، تحاول تلحق نفسك بسرعة وتهرب من الموقف اللي انت فيه. ازاي اهرب من الموقف اللي انا فيه؟ جرب مثلا تتحرك بأي شكل ممكن انك تكسر الحلقة اللي انت قاعد فيها. ممكن تبدأ بمحاولة كتابة الأفكار دي على ورقة مثلا معينة وتحرقها علشان تجبر مخك انه يخرج من شبكة جلد الذات ويرجع للواقع اللي حواليه. محمود مع الوقت والعلاج قدر يفهم ان الماضي انكتب خلاص وانتهى، وان عقله كان بيخدعه باسم التفكير الافضل ومحاولة تصليح شيء انتهى بالفعل. شوف يا صديقي، عقلك ممكن يكون اعظم حليف ليك، وممكن في لحظة يتحول لأشرس عدو بيطاردك وانت قاعد في مكانك لو سلمت نفسك ليه بدون ما تفهم هو بيتصرف معاك ازاي. تفتكروا كم واحد بنشوفه حوالينا كل يوم بيضحك في وشنا وهو بالليل بيخوض الحرب المظلمة دي لوحده؟ لو حاسس ان افكارك بترهقك من وقت للتاني، او تعرف حد بيمر بالظروف دي، شارك الفيديو معاه واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس وساعدنا على نشر محتوى ممكن يفيد بعض الناس. قولي في التعليقات ايه اكتر موقف او حاجة حصلت معاك زمان وكنت تتمنى انك تتصرف بشكل مختلف عن اللي اتصرفت بيه. واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.